سامع، تسمع لو جوا تفوت، صحيح ما حدا سامع، تسمع لو جوا تفوت، تحت الضوء بالصالة بتسمعها ليلك حصة، تحت الضوء بالصالة بتسمعها ليلك حصة. كل الناس مثل بعضها، عيلات ناطرة فرصة، كل الناس مثل بعضها، عيلات ناطرة فرصة. ناس بتاكل، ناس بتشوف، ناس بتضحك، ناس بتموت، ناس بتاكل، ناس بتشوف، ناس بتضحك، ناس بتموت، ناس بتودع، ناس تستقبل، ناس بتنزل، ناس بتروح، ناس بتودع، ناس تستقبل، ناس بتنزل، ناس بتروح. مثل مرمينا مغرقين، لو صارت الحالة صعب، الحالة صعب، أنا مثلك كمان إنسان، إلي ساعات جنان بضرب وبجمع وبحسبها، بطبقها وبطلع خسران، بضرب وبجمع وبحسبها، بطبقها وبطلع خسران. خمسة بدار الكل شطار، بالنهار بقولك أفكار، خمسة بدار الكل شطار، بالنهار بقولك أفكار. الحظ مرسوم والرزق معلوم، الحظ مرسوم والرزق معلوم، ارضى بالمرسوم لا كتير تحتار، 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 ارضى بالمرسوم لا كتير تحتار. اصبرها قصة. يعطيك العافية أخي. يا ليش سليم؟ زكاة عيونك بدك ما تواخذنا، يعني جيرانكم موصين على صوفاية، بدنا نتعناها على ظهرنا وجبناها لهون، وصلنا شي ربع ساعة مدة وما في حدا لحدا. ما فهمت يعني شو المطلوب مني؟ يعني زكاة عافيتك بنحطها عندكم وقت ما يجوا جيرانكم ياخذوها. خير جميل، شو في؟ عم يقولوا الصوفة للجيران وما عم يلاقوا حدا. يعني لبيت ابو باسم؟ بذاته. شو رأيك؟ نحط عنا لبين ما يجوا؟ شو عليه بنحطها؟ تفضلوا حطوها جوا. تكلنا على الله. شيل سيدي شيل، يلا يا رب. يلا علمك روح تعال على اليمين. على مهلك باب يا أخي. إيه لا تواخذ أخي، لا تواخذ، على مهلك. تعال تعال قرب. على مهلك يا أخي، على مهلك. تكرم يا أخي، تكرم. إيه معك تلفزيون يا أخي. إيه لا تواخذ. خذ يمين يا سيدي. يلا شلنا الطاولة زكاتك والله. يا رب. حط سيدي حط. يلا. أيوة. يعني بدكم ما تواخذونا، بس كل الحق على جيرانكم، الله يصلحهم، بيعرفوا حالهم وصيين على الغرض، ليش لا يطلعوا برات البيت؟ خلاص يا أخي بسيطة، ما مشكلة، ولا يهمك. دقيقة ولا تأخذونا. تكرم عينك، ما مشكلة. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم لا تواخذونا الله يخليكم. على عيني، تكرم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي. شبك جميل؟ منين اجتنا القصة هلا؟ بلشنا كلها كم ساعة ورح يجوا ياخذوها. خايف يصير لنا شيء قبل ما يجوا. هلا شو بده يصير لها؟ الأولاد بالمدرسة وأنا وياك هلا رايحين على الشغل، مين رح يدرى؟ يا فدوى أنا ما بحب أمن شيء عندي، هيك الله خالقني. جميل؟ لك شو جميل؟ هلا إذا صار لنا شيء ما بدنا نصلحها؟ إيه أنت بتعرفي البير وغطاء، إيه قرش زيادة ما معنا. ما رح يصير لها شيء، طمن. طيب سكري البواب الشبابيك. ليش؟ لك شو ليش؟ بركي فاتت لها شيء قطة وقعدت عليها وبلشت تتخربش فيها. جميل، امشي امشي، تعال.
شوي لهالصوفاية. تخشبت مفاصلي. ذاتا أنا معي التهاب مفاصل وصرات تسفل. خلاص قلت لك حسني، لك حسني نزل انت بهالصوفاية، انت قصير ومتربس. قال لي لا، نزل انت بالصوفاية، انت طويل ونحيف، مشان الصوفاية تسع اغراض كتير معك، اذا صاروا علقت وما احسن تهرب. ما احسن تهرب. الساعة هلا 8:15. استاذ جميل بيرجع الساعة 1:30. يعني انا هلا بدي انتظر الجماعة 5 ساعات، لأنه حضرة الأستاذ قفل الباب وما عاد فيني أطلع. يعني مثل ما توقع حسني، أنا علقت وما عاد أقدر أهرب. لنشوف شو بدنا نحط أغراض بهالصوفاية. ايه سيدي، هلا بس تصير الساعة 1:30 بنروح ندق الباب على الأستاذ جميل وبنقول له يا عيب شو منك، بدك ما تواخذنا، جيرانكم اتصلوا بالورشة وقال ما عاد بدهم الصوفاية، بقى اسمح لنا فيها. شو هالجيران هدول؟ صحيح انهم برزوا. بس يجي سليم بعد ساعة بنعرف شو هي ممتلكاتنا الجديدة. واذا ما اجى بيكون عليه بالبيت وما قدر يطلع. يا سيدي هو عصاية طقي ما حدا راح يحس فيه. خليه يتبردح بالبيت شوي، بلكي بياخذ له غفوه، حاكم يضل بيشكي طولي وظهري ومفاصلي. يا سيدي اصلا ما نصف ظهره غير من الرعبة. بضل يجي فران، ما كان احسن له؟ شلون بدها ترضى فيه ست الحسن سلوى؟ فهمني. بس مثقف والله. من زمان هالقمر ما بان. السلوى أحلى منها، أحلى منها سلوى. بيشبهوا لحسني، بس حسني أحلى، حسني أحلى. كركبيني شوي يا شباب، كركبيني شوي. طوق حلو كتير، باخده لسلوى تنبسط فيه. وحدا كمان باخذ لياه لسلوى. خاتم ذهب عظيم، حاجة بكفي. ماكينة ماكينة يا ماكينة، أمك ليش ما عم تحاكينا؟ صحيح ليش ما عم تحاكينا؟ مثل الماكينة اللي عند سلوى، بس الماكينة اللي عند سلوى أحلى. هذا كتاب مدرسة، لو ضليت بالمدرسة يمكن هلا كنت صرت جامعة. اي كنت صرت جامعة، بس ضلوا ينادوا لي مسطيجة مسطيجة لحتى كرهوني بالمدرسة. أنا شو ذنبي أنا؟ شو ذنبي صحي؟ يعني إذا الله أعطيني شوية طول بتضلوا تنادوا لي مسطيجة مسطيجة؟ بعدين شو ذنبي إذا أستاذ الرياضيات قصير أنا؟ شو ذنبي؟ أنتوا تتمسخروا وهو يعمل لي جزاء. إيه ما بدي أروح على المدرسة، ما بدي أروح، بالناقص من المدرسة.
هاي صورة الجماعة. ايه حلوة كتير، باينتهم بيحبوا بعض. ايه بيحبوا بعض. كل الحق على أبي أنا. لو أصر إني ما أترك المدرسة أنا ما كنت تركتها، بس هو ما صدق قلت له بدي أترك المدرسة، قال لي أحسن لاقي لك شي مصلحة بالطعمي خبز. وأمي كمان ما كانت فاضيتلنا بنوب، دايما كان بطنها واصل لحلقة مثل فيلم أفواه وأرانب. بس هي الصورة حلوة كتير، يا ريتها أمي باين حبابي. هنشوف بالغسالة. حلوة رح اخذها لسلوى، بس لا صحيح سلوى رجلها كبيرة، نمرة رجلها 46 ما بتنفع، خليها احسن. اساور كتير منيح. خزانة الرجال، خزانة الرجال. حلوة الريحة، هي مثل الريحة اللي بتحطها سلوى. حلوة ما حدا أحسن منها. رجعت متت من جوعي، لازم اكل لي كم لقمه قبل ما يجي حدا. وين المطبخ؟ شو الخبز اللي بعجن هاد؟ مو طيب بنوب لا، كان لازم يشتروا من الفرن اللي كنت بشتغل فيه. هداك خبز وخبز. رز البازيليا أكلة طيبة كتير.
هدول مناح. هدول مناح. كفاية هدول، لا ينفق أبدا. حاجة. لا ارتاح لي شوي بينما يجوا ياخذوني. ايه والمسجلة صحيح. يلا المسجلة كبيرة ما راح تسع بالصوفاية. بعدين حرام بجوز عندهم شرطان لسه ما سمعوها. ايه حرام. هاي للجيران بابا. اصحك يا بابا. شو في؟ ما في شي بابا، بس هي مو قلنا. فكرت جواتها قنبلة. ايه بلا غرازة. روح دق على بيت ام باسم شوفوا انه اذا اجوا خليه يجوا ياخذوه. يلا اوام. يلا. اوام. اوف 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 شو هالعلقة هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ناقصني انا. شو صار معك؟ ما في حدا. احسن مشان تكمل معي. لك بابا على مهلك. شبك شو صار لك؟ ما صار لي شيء. خليك انا بفتح. مرحبا. اهلين. كيفك بابا؟ الحمد لله. كيفك استاذ سامي؟ اصحك بابا. شو في شو هي؟ ما في شي يا بابا، بس هي مو قلنا. اصحك. هي مو قلنا. هلا جيران. ايه شو بكم؟ يلي بيسمعكم وبيشوفكم خايفين عليها كل القد بيقول انه في جواتها ذهب. بابا ذهب ولا خشب؟ نحن المفروض نحافظ عليها لبين ما يجوا اصحابه ويستلموها. بيت ام باسم؟ ايه. إيه ما عاد يرجعوا باسبوع. شو؟ ايه امبارح طلعوا على الضيعه. مين قال لك؟ امبارح انا شفت انه قالت لي ام باسم انه رايحه لعند حماتها على الضيعه مشان تشق عليها وقال بتقعد عندها اسبوع لانه مرضانه. يا حبيبي يا حبيبي، هذا اللي كان ناقصني. تقعد الصوفة بخلتي اسبوع تاني كمان. شو عليه؟ شو علي لك يا بابا؟ انت واخواتك في شي بيسلم بين ايديكم؟ بزعل منك باب. لا تزعلي. بتعرفي شو؟ عم فكر لفها بمشمع. فكره مثل ما بدك. حواليكي شي مشمع؟ هلا بدور لك. وانا بدور معك. يلا. الساعة 1:30. هي اجا جميل وصارت الساعة 1:30 ولسه ما اجوا. رح تصير 2 كمان. لا فوق هالشي كمان بدهم يغطوني. وينكم يا جماعة؟ ما بتعرفوا انه انا معي روماتيزم وسرعة تسفل وانقراص فقرات. حرام عليكم تعوا بقى. يمكن هني. ان شاء الله يكونوا هني. ان شاء الله. اهلين مام. هاي مام. شو لسه ما اخذوا الصوفاية؟ بأسبوع ما بيرجعوا مسافرين. إيه طالما هيك خلينا ننقلها من هون، مو معقول تضل بنص الطريق. فكرة، شو رأيك ناخد هاي الكنباية على أوضتي ونحطها هون بوش المكتبة؟ ماشي الحال، فكرة معقولة. عجبك؟ بدها تضل زايرة عنا أسبوع.
مو مشكلة، بس المهم خلينا ننقلها من هون لهنيك. يا شكيب، سامي، تعالوا ماما ساعدوا ابوكم. بابا حمل معي انت من الطرف، سامي انت من جنبه. يلا وانا رح يميل كنباية على اوضتي. يلا بابا روان على مالكم. ها شو الصوفة هي؟ بحياتي ما شفت اتقل منها. يلا بابا يلا. لا تشوفي شيء يا فدوى، ما دخلنا. انا اصلا هذا اللي كنت حاسب حسابه. طيب طالما هيك خليني ساعدكم بحملة. ايه دفش وانا رح ساعدكم. يلا. دفش يا بابا دفش. يلا. وين لقيتي هذا المشمع؟ بين غيارات سامي اللي كنت تحطي له اياه على تخته. بس انا زمان ما حطت لي. من قديش يعني؟ من شي اسبوع؟ قريب حاجة بقى. خلص بقى يا ولاد، رح اسخن الاكل. ايه ماما. ولك كم مرة قلت لكم وقت بتطلعوا الخبز من البراد رجعوا لمحله؟ انا ما دخلني. ولا انا. ولا انا. ولا انا. معناتها واحد من الشارع دخل عمل سندويشه ونسي يرجع الخبزات على البراد. شو هاد؟ مين عامل هيك بالاكل؟ شو عمل؟ واحد منكم اكل من الطنجره مباشره، وهي عاده مو حلوه. لا تطلعي فيني، انا ما دخلني. وانا ما دخلت المطبخ من اول ما وصلت. وانا وبابا كل الوقت عم ندور على مشمع مشان نغطي فيه الصوفة. مظبوط. يعني بدكم تجننوني؟ اذا ولا واحد منكم، مين عمل هيك لكان؟ واحد من الشارع؟ ليكون شي قطة. هلا القطه رح تعرف تفتح البراد وغطى الطنجره؟ معناتها ما في غير شي فيل صغير. على كلين اذا اجى الفيل لهون مره ثانيه فانتم كلكم محرومين من الغداء. لك وينكم يا جماعة؟ وينكم؟ رح أموت. تعالوا خلصوني بقى. سرقت اللي فيه النصيب. خلصوني. بلش يحرك علي الروماتيزم. مفاصلي. عطشان. بدي نقطة مي. يعني بدكم تقنعوني انه صار لكم 6 اشهر باركين هيك عاقلين؟ الله وكيلك سيدي، من البيت للشغل، من الشغل للبيت. اي نعم سيدي. وبشو عم تشتغلوا بلا صغرى؟ مهنة شريفة سيدي. وشو هالمهنة الشريفة هي بلا صغرى؟ تجار سيدي. اي نعم سيدي، نحن تجار. نحن تجار؟ يعني من حرامية لتجار؟ الإنسان بيتطور سيدي. اي نعم سيدي، بتطور. وبشو عم تتاجروا؟ بالموبيليا سيدي. اي نعم سيدي، بالموبيليا. اف، بالموبيليا مرة واحدة؟ اي نعم سيدي، بالموبيليا. وين صاير محلكم؟ بسوق الحرامية سيدي. اي نعم سيدي، سوق الحرامية. يعني ما بعدتوا كتير؟ بالعكس سيدي، بالعكس، بعدنا كتير. اي نعم سيدي، بعدنا كتير. كيف بعدت؟ ولك كنت حرامي وبعدين صرتوا تشتغلوا تجار وبسوق الحرامية؟ السرقة شيء والتجارة بالمسروقات شيء تاني سيدي. هيك لكان. هلا سيدي ممكن نعرف انتوا ليش جايبيننا لهون؟ اي نعم سيدي، انتوا ليش جبتونا لهون؟ مو عرفانين انت وياه لشو جايين لهون؟ الله وكيلك سيدي ما بنعرف. اي نعم سيدي، الله وكيلك ما بنعرف. من فترة عم تتكرر عملية سرقة البيوت. ونحن شو دخلنا سيدي؟ بدنا نخليكم عنا هون كم يوم حتى نعرف دخلكن ولا ما دخلكن. خذون. يلا يا سيدي الله يلا وينهم؟ كأنه دائما بحطهم هون.
شكيب يا شكيب. نعم. شكيب انت مازح معي شي مزحه من مسحاتك الغليظه ومخبي لي خاتم الذهب؟ لا. يا الله وين بدي اكون حطيته؟ دوري علي منيح، بتكوني لاحشتي بشي قرنه، حاكم صايره كثير فوضويه. انتهي بدروسك انتهي. كل حلقه مو مشكله بس الخاتم. ماما يا ماما. نعم ماما. ما عم الاقي خاتم الذهب. دوري عليه منيح. دورت عليه نكدت الدنيا. هي نتيجة الفوضوية تبعك. بلشت المحاضرة. شو عم تقولي؟ ماما عم اقول شو بدي اساوي هلا؟ خلص ماما روحي بدون ما تلبسي. بالله اللي بيسمعك بيقول انه ضايق خلقنا من كتر الصيغة والشنشل اللي عنا، كله شقفة خاتم شايفين حالنا فيه. طيب ماما شو ساوي انا؟ ولا شيء. هلا كل وحدة من رفقاتي بتكون لابسة اللي إلها واللي لأمها. طيب يا ماما يا حبيبتي عندي شيء وما اعطيتك اياه. ايه عندك كل شيء ولا اساور ها؟ ماما الله يخليكي حبيبتي انت ماما الله يوفقك. ماما لا تحاولي، هدول الاساور مو لزينه، نحن تاركينهم للطوارئ. خلص انا بوعدك اني اكون حريصة كثير عليهم. انا اسفه ماما ما رح اقدر لبي لك طلبك. ايه وانا بطلت روح على عيد الميلاد. انا بطلت. شو هالعيشة يا؟ الناس عايشين ونحن عايشين. في ناس مو صحح لهم ربع اللي صحح لكم انتو. اي روحي يموتوا لكان احسن لهم. ولك عيب عليك يا عيب. الناس لازم تعجب بجوهرك مو بمظهرك. جوهري؟ ليش انا ضل في جوهر؟ الخاتم اللي كان حيلتي ضاع، لك يضرب هالحظ. راحت عليك يا سليم، راحت عليك. الظاهر رح تقضي عمرك كله بهالصوفة. بشكلي بلشوا يحسوا انه اغراضهم عم تنفقد. كله شقفة خاتم بده هالمعاناة يعني ما بده. بس والله حرام ما عندها غيره. انا مستعد رجع لها بس اذا بتجيب لي كاسة مي اشرب. كاسة مي رح موت من العطش. كاسة مي بس اشرب حبة الدواء وبالريق شوي. انا ما قلت لك تجيب الكبير؟ ما قلت لك تشتري كولا انا. الكبير ما كفوا المصاري وجبت الصغير قال لي ما معه فرطة قمت جبت كولا. ايوه شرف لجوا لشوف. سامي اترك كل شيء من ايدك وتعال هون. شفت لي شي الخاتم تبعي؟ لا ما شفته. سامي انا بعرفك منيحة. وانا بعرفك منيح. وين الخاتم؟ شو بعرفني؟ بدي احكي عليه. لكن خلصوا شوي خليني
الصوفة؟ لا بابا. لا بابا. استاذ شكيب شرف لهون. أوان. نعم بابا. انت قربت شي ناحية الصوفة؟ لا بابا. لا بابا. انسة ريم شافي لهون اذا تريدي. نعم بابا. انت قربت شي ناحية الصوفة؟ لا بابا. لا بابا. ست فدوى. ست فدوى تفضلي لهون. انت قربتي شي ناحية الصوفة؟ كلا استاذ. كلا استاذ، شو اللي عم يصير بالبيت؟ شو عم يصير؟ شو عم يصير؟ ليش عم نكذب على بعضنا؟ شو الداعي للكذب؟ انا بقاطعكم شيء. لا بابا. انا بضربكم شيء. لا بابا. طيب انا بكرهكم شيء. لا بابا. ولك انا بحرمكم من شيء. انا بحرمكم من شيء. لا بابا. ليش عم تكذب على بعضنا؟ ما حدا عم يكذب. شو ما حدا عم يكذب؟ شو ما حدا عم يكذب؟ ليش عم ينكروا انه قربونا على الصوفة؟ روحوا على البيت. روحوا. جميل، مالك ملاحظ انك تخنت؟ لو كان مو حظهم يكذبوا يا فدوى. وشو هالقضية الهامة يلي بدهم يكذبوا مشانها؟ هالصفاية هي بدك تجننا مشانها يعني؟ يعني شو صار يعني؟ شو صار تعشف في عينك؟ شو صار؟ يعني لو كانت بني آدم كنت قوصتها وخلصت منها، بدك تجننا مشان هالصفاية؟ لا لا تخربي الصفاية ولا؟ يا خسارة يا فدوى، يا خسارة. تاري انت اللي عم تقربينا على الصوفة وانا عم اتهم ولادي الابرياء. والله نفت مرتين يا سليم، مرة من الحكومة ومرة مني. شو عليه؟ صحتين على قلبك، تشبرق لحالك تشبرق. شو رايك معلم نفسد عليه؟ شو انت جنيت؟ اذا فسدنا عليه بنكون عم نفسد على حالنا، كلها يومين وبنطلع. وبركي مسكوا علينا شيء؟ ليش نحن عاملين شيء؟ لا. ايه خلص لكان. بس والله ما بتفوت بعقلي يا معلم، نحن نايمين هون على الارض وهو هلا نايم على الحريق.
اجيب الاغراض من الصوفة هي وهروب. ما بدي. لا كيف ما بدك؟ كيف ما بدك؟ هالفرصة بجوز ما تصح لك مرة تانية. يلا روح اجيب الاغراض من الصوفة هي وهروب. هي ما بدي. لك يلا ليكن ما قدامك. اخي ما بدي. ما بدي. مبسوط انا. بيت حلو، حيطان حلوة، سقف ما بيدلف، المطبخ في براد ايمت ما فتحته بتلاقي في اكل جاهز قدامك. بعدين اهل البيت ناس طيبين كتير. صحيح بيتخانقوا وبتعايطوا احيانا بس بيحبوا بعضهم كتير. يا ريتني كنت واحد منهم. طيب وبعدين لك سليم، يعني بدك تضلك قابل حالك بهالصوفة هي إلا ما يجي يوم وتنكشف؟ خايف المشروع ما يزبط. لا تخاف ولا يهمك، هي محاولة، إذا زبطت بتكون عملت اللي عليك. أنت قدرانة تستوعبي الوضع، الأولاد لا. ليش شبهوا الأولاد؟ عايشين أحسن من غيرهم بكتير، وبعدين نحن عم نقدم لهم أكتر شي ممكن نقدر عليه. الأولاد ما عم يكفيهم، بدهم أكتر. والله هذا الموجود، وبدهم يتعلموا يمشوا أمورهم على هالأساس لحتى يمشي المشروع. شفتي؟ حتى أنت متأملة بالمشروع. عرفتي ليش أنا خايف؟ على كلين أنت مكبر المسألة. أنا ماني مكبر المسألة ولا شيء، بس أنا صرت حاطط كل شيء معي بهذا المشروع، وخايف يطلبوا مني شيء مبلغ جديد وما أقدر أدفع لهم، يروح كل تعبنا على الفاضي. يا جميل يا حبيبي، أنت نسيان إنه لسه معي كم قرش بالبنك وعندي هالأساور. اصحك تربي عليهم، هدول للطوارئ تاركينهم، لا سمح الله الواحد اضطر لمستشفى لدكتور. بعيد الشر، ومشان اثبت لك اني متفائله رح اقوم اعطيك هالاساور مشان تنزل يا تبيعهم يا ترهنوا. جميل، ما لقيت الاساور. شو هالحكي؟ انا دائما بحطهم هون. تذكري منيح لك روحي، تذكري منيح، لا تكوني حاطتيهم محل تاني نقلتيهم من محل لمحل. والله ما حركتهم من محلهم. طب اجى عنا حدا اليوم امبارح؟ ما اجى حدا. ايه مين بدي اخذهم لكان؟ ليكون حدا من الاولاد. مستحيل. شو عم تفكري؟ ريم اليوم كانت مضيعه خاتمة ذهب. شفتي شلون؟ مو صدفة، اللي اخذهم بيعرف تمام شو في بالبيت. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني واحد من الاولاد. نحن دائما بنظلمهم للاولاد ودائما بنشك فيهم، مع انه نحن اللي مربينهم. ولك يا روحي لانه نحن اللي مربينهم بنخاف عليهم، وبنخاف من حالنا انه ما نكون ربيناهم صح. طمن جميل، اولادنا مناح. بكره انا بدور على مهلي، بجوز تكون ريم استعارتهم لانه طلبتهم مني بالنهار وانا نسيت اعطيها اياهم. ارجع نام جميل واطمن، وشو ما صار ما لنهاية العالم. تصبح على خير. وانت من اهله. وانتم من اهله. يا الله ما عم لاقي بوتي ورح اتاخر على المدرسه. انتوا شو قصتكم بهالبيت عم تضيعوا اغراضكم؟ سامي قديش نمرة رجلك؟ ليه؟ هيك بدي اعرف. لا تخاف لسه ما صارت 40. يعني فهمان علي. طبعا فهمان عليك، بس مو انا اللي اخذت البوط. لقطتك يا لص، طلع فيه. قلت لك مو انا اللي اخذت البوط. اذا مو ودي اللي اخذه كيف عرفت شو قصدي؟ لانه دائما اذا ضاعكم شغله بتحطوها براسي. ولك شوفي ليش عم تتخانقوا؟ شكيب مضيع بوطه وعم بيتهمني الي. شكيب دور على بوطك منيح قبل ما تتهم اخوك.
ريم، نعم. انت استعرتي اساوري شي ماما؟ انا عيد الميلاد كله ما رحته مشان اساورك. جميل. في شي مو طبيعي عم يصير بالبيت. شو يعني ملاية الذهبات؟ مو بس هيك، كل مرة عم يختفي شي جديد. مرة الخاتم والحلق، ومرة الأساور، ومرة علبة الكاسوس تبع سامي، وهلأ بوت شكيب. حتى لاحظت إنه في أغراض بالمطبخ ناقصة. شو قصدك؟ قصدي إنه في حدا غريب عم يفوت ويطلع على البيت على كيفه. طيب مين بده يكون يعني؟ إذا عم نطلع نقفل الباب، عم نرجع نلاقي الباب مقفول، لا شباك مخلوع، لا قفل مكسور، مين بده يكون يعني؟ ما بعرف، بس أنا صرت متأكدة إنه في شي مو طبيعي. شو رأيك يعني؟ نبلغ الشرطة؟ وشو بدك تقول لهم؟ ما نخبر عن المسروقات. بالأول لازم نخبر الأولاد، بعدين لازم نتأكد إنه هالأغراض ناقصين فعلا. يعني خايفة من شيء أنت؟ ما بعرف، بس لازم نحكي مع الأولاد. مثل ما بدك، تفضلي. ريم. نعم. تعال شوي ماما. شكيب، سامي، أنا وبابا عاوزينكم بموضوع مهم، الحقوا. أنا وأمكم فكرنا نخبر الشرطة. شرطة؟ ليش الشرطة؟ مين قتل مين؟ ما حدا قتل حدا، بس نحن ما صرنا ملاحظين إنه في أشياء كتير عم تنفقد من البيت. وأهم الأشياء هي أساور أمكم. اساورك؟ قد ايه بيطلع حقهم؟ انت هذا يلي همك؟ هلا نحن مو بهالسيرة، نحن عم نسألكم شو رأيكم؟ بابا عم يسألكم شو رأيكم، نخبر الشرطة ولا لا؟ مثل ما بدكم. وانا كمان مو فرقانه معي، خبروني اذا بدكم لاني ما اخذت شيء. ليش مين قال إنه أنت أخذت شيء؟ شو بيعرفني؟ بس كل شغله بتضيع بهالبيت بتحطوها براسي. لا حبيبي، انت فهمت علينا غلط. نحن قصدنا انه نخبر الشرطة مشان يدوروا على الحرامي اللي سرقوا. بس انا ما اخذت شيء. بعرف ماما، بعرف، وانا واثقة فيك كتير. بعدين نحن ما عم نحكي عنك، نحن عم نحكي عن واحد دخل على بيتنا وسرقون ونحن ما بنعرفه. وانا كمان ما بعرفه. ليش مين قال انك بتعرفه؟ ما بعرف، بجوز تفكروا انه انا بعرفه. صار عنده عقدة الاتهام. إيه ما عندي لا عقدة اتهام ولا شيء. طيب بابا روح على المدرسة هلا وبس ترجعوا نحكي بالموضوع. خاطركم. شو بدك تأجل موضوع الشرطة؟ ما شفتي سامي؟ شو قصدك؟ شو قصدي؟ لا تفهميني غلط، بس أنا خايف إذا أجوا الشرطة يتوتر وينفعل وتتوجه له أصابع الاتهام. طيب خبر الشرطة بغيابه. لك يا روحي لبين ما نخبر الشرطة ويجوا ويفتحوا محضر تحقيق بيكون رجع سامي. طيب شو العمل؟ ما بعرف، شو بيعرفني؟ هلا خلينا نروح على الشغل، نرجع نشوف شو بدنا نعمل. يلا. الحمد لله اللي ما خبروا الشرطة. يمكن الله اطلع بوشي لأنه عرفان إنه نيتي سليمة وإني رايد رجع الغلط. يلا. أساساً كان صغير على رجلي. أخي سامي بدك ما تواخذني، ما رح أقدر أرجع لك اللغز لأني لسه ما قريته، وأنا يعني الثقافة بدمي.
بس رح بدفع لك 50 ليرة حق اللغز والكولاية اللي شربت لك اياها. هي الطوق والحلق والخاتم. يعني هالشغلات هي اللي بدها تحبب سلوى فيني. اساسا شو ما جبت لها ما بيعجبها وبيضل بدها كمان. بعدين ما وصلني لهالمواصيل غيرها هي، واذا بدها تعجب فيني لازم تعجب فيني لجوهري مو لمظهري. يلا عمره ما حدا يرد. وهي الساعة رح اترك لهم اياها، بركي ببيعوها بفكوا دقيقتهم شوي. حرام الجماعة بيستاهلوا اوادم. وهلا صار لازم روح اكل لي لقمه واشبع منيح مشان اذا اجت الشرطه كون مرتاح وشبعان لما بسلموا نفسي بشموخ واباء. يا سلام، فاصوليا أكلة معتبرة. يلا أهلين جميل، فكرت شو بدك تساوي؟ نعم؟ آخذ إذن وإنزل هلا على البيت؟ طيب مع السلامة. بشموخ وإباء. جميل شوفي لعبتني. خلينا نفتش غرفة الأولاد قبل ما يجوا. يلا. معناتها سامي كان معه حق لما فكرنا انه نحن شاكين فيه. يا روحي ما في داعي لهذا الحكي، أنا بعرف إنه ما راح نلاقي شيء، بس ليطمن قلبي قبل ما أخبر الشرطة يا فدوى. يلا. مو هاد بوت شكيب اللي كانوا عم يدوروا عليه؟ بلا. جميل، غراض ريم رجعوا لمحلهم، هي الخاتم وهي الحلق. جميل، الأساور رجعوا. وهي شو هاي؟ ساعة. أنا بعرف إنه ساعة، بس منين إجت الساعة؟ مش بعرفني، أنا رح جن جميل. أنا اللي رح جن؟ شو قصدك؟ شو قصدي؟ أنا بفهم إنه ممكن ينفقد أغراض من البيت، بس نلاقي أغراض مو قلنا، هذا الشيء ما بيجنن؟ وليش عم تحاكيني بهالطريقة؟ وكأنك عم تحملني المسؤولية إلي. هلا إذا أنك ما حملتك المسؤولية وما حملت أولادي المسؤولية وأنا ما دخلني، معناتها أكيد في شبح بالبيت.
محلهم. شو هذا اللي عم يصير؟ انا ما عاد فهمانه شيء ابدا. ولا بتعرفي شو؟ منيح ما خبرنا الشرطة. تعرف جميل، انت معك حق، اكيد في شبح بالبيت. فاطمة شو بحكي لك روحي؟ لا معقول تفكري بهالطريقة انت؟ معقول؟ لك بابا على مهلك هيك بدق الباب. محظور. ايه فوت بابا بس انتبه لحالك. ايه؟ لا مو شيء بابا. مرحبا بابا. اهلين ليه بابا. ماما؟ طمنوني، خبرتوا الشرطة؟ الشرطة؟ لا. طب ليش يا بابا؟ ليش بابا؟ لقينا الاغراض عن جد وين؟ بمحلهم. والله الشغلة غريبة، بيكون في شي شبح عم يجي يستعارن ياخذهم ويرجع يرجعون. وين رايحة بابا؟ على غرفتي بابا. انتبهي على حالك بابا. ايه؟ ليش؟ لا بابا ما في شيء، بقى تقومي تتفركشي انت وماشية. جميل، شو؟ ما بصير تلعبون هيك للاولاد؟ شو بتلعبون؟ بالشبح. شبك لك فدوى. يا حلا هريشك شو تمزحي؟ معقولة انا رعبون؟ شو فكرتيني مثلك؟ هي فكرت. مرحبا بابا، مرحبا ماما. اهلين ماما. اهلين يا اهلين. شفتوا المجرم؟ مجرم؟ يلي سرق الاغراض. الاغراض رجعت لمحلها. كيف يعني؟ يعني لقيناهم. وين كانوا ضايعين؟ لقيناهم محلهم. يا منيح. لا بابا لا تخاف، لا في بابا لا في شبح ولا في شيء يا بابا. بابا مين حكى عن الاشباح؟ لا بابا فكرتك انا خفت ولا شيء يعني بس. لمين ال50 ليرة؟ وين لقيتها بابا؟ على المكتبة. بتكون لريم بابا. سألتها وقالت لي لا. لك شكيب هي ال 50 ليرة؟ يا ريت. مني جيت لك يعني يا بابا. قلتوا لي تجار موبيليا مو؟ هذول هن كل المسروقات اللي سرقتوهن؟ الله وكيلك سيدي. ايه نعم سيدي. بس والله بيني وبينكم فكرة الصوفة ما بتخطر على بال حدا. ايه نعم سيدي. اخلص. كثير مبسوطين على حالكم انت وياه؟ لا سيدي. كلا سيدي. على كل حال ما راح خليكم تناموا او ترتاحوا ابدا الا بتقروا بكل المسروقات اللي سرقتوها انت وياه.
تعال المطبخ. المطبخ. حرامية. خلاص يا بابا اهدى شوي. انا بشوف. والباب مقفول، يعني مين بده يكون؟ يا فتوى شبح. طولوا بالكم يا بابا، شو بكون؟ مين؟ من جنائي افتح. حضرتك الاستاذ جميل؟ ايوه. تسمح لنا ندخل؟ اتفضل اهلا وسهلا. نحن متاسفين لازعاجك بمثل هالوقت. لا يا اهلا وسهلا. بالحقيقه نحن صرنا كام يوم عم نصادف شغلات غريبه يعني. عدم المؤاخذه، متاسف للازعاج. مثل شو لو سمحت؟ يعني عم تنفقد لنا اغراض ونرجع بعدين نلاقيها. غريب. لا والاغرب من هيك صرنا نلاقي شغلات زايده كمان. شغلات زايده؟ مثل شو؟ يعني لقينا ساعة غالية و50 ليرة. من زمان هالأحداث عم تحدث عندكم؟ يعني من شي يومين. يعني قبل دخول الصوفة ولا بعد؟ الصوفة؟ شو دخل الصوفة؟ بعدين انتو شو عرفكم شغلة الصوفة؟ وين هي الصوفة يلي دخلت لعندكم بتاريخ 5/3 على أساس إنها لجيرانكم؟ هي لساتك هون؟ فكرناك فركتها. كنت عم بستناكم. هاي أول مرة بشوف حرامي عم يستنى الشرطة حتى يجوا يقبضوا عليه. سيدي أنا حرامي شريف. حرامي وشريف هاي أول سمعة. يعني مثل روبن هود سيدي. روبن هود لك قال؟ اي نعم سيدي، حتى اسأل أصحاب البيت. وكمان بدك تشاهد الناس اللي طفلت عليهم؟ جيبوه. يلا اتحرك. عفوا تسمح لي حضرتك اسال الشاب سؤال؟ تفضل. كان عندك اكثر من فرصه للهرب، ليش ما هربت؟ لاني فضلت اعيش بقلب صندوق، بس بين عيله ولاد حلال بيحبوا بعضهم وبيخافوا على بعض، من اني اعيش برا وانا حاسس حالي اني غريب، لا حدا بيحبني ولا حدا بيسال عني. مشان هيك رجعت الاغراض يا ابني؟ ايه، وحطيت فوقهم الساعة كمان لأنه أنا ما عاد بعيني شيء، بعدين قلت لحالي بتفكوا فيها دقيقتكم لأنكم صرتوا مثل أهلي. فدوى جيب الساعة. دخيلكم لا تأخذوني، أنا ما كان لازم ساوي هيك. يعني أنت اللي حطيت ال50 ليرة؟ إيه أنا، هي ال50 ليرة حق اللغز والكازوزاي اللي أخذتها من سامي. أي لغز؟ عفوا ترك شوي لو سمحت، هاد ليكو، بس ما راح أقدر أرجع لك إياها هلا لأني لسه ما قريته، بس اقرا برجع لك إياه، تفضل. بسيطة، خذوا هدية. بابا رجع له 50 ليرة. تفضل. ها؟ ومزوق كمان. من وين هاي جايبها؟ سيدي يا ريت معلش نناقش موضوع الساعة عندكم بالمخفر، مو هون. إيه مو أنت اللي بتقرر هالشيء. خذوه. عفوا بتسمح لي اتدخل؟ تفضل أستاذ جميل. واضح انه الشاب مدفوع ليرتكب خطيئة هو ما مقتنع فيها ابدا، والدليل انه رجع كل المسروقات. مو بس هيك، تنازل عن ساعة غالية كتير ليعبر عن ندمه. لذلك يعني انا من جهتي وجهة عائلتي كلها مسامحينه.
قديش كنت بتمنى يكون عندي عائلة مثل عائلتكم. شكرا لتسامحك استاذ جميل. اذا انت سامحته العداله والقانون ما راح يسامحوه، وخاصه انه متهم باكثر من سرقه. وانا مستعد لاي شيء سيدي. خذوه. مره ثانيه استاذ جميل نحن متاسفين لازعاجك. تصبح على خير. الله معك اهلا وسهلا. والصوفة بكره الصبح ببعث عناصر بيجوا ياخذوها. تصبحوا على خير.